لقيتهم بيكلموني وجايين بربطة المعلم ومجهزين معاهم كل حاجة، حتى الكرنب كانوا سالقينه ومقطعينه، وحتى الخلطة كانوا عاملينها. الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش معمولة ان المحشي يتلف وان البط يتسلق. البط كان ني وحتى البط كان متنضف، يا دوبك بس نضفته كده تنظيفه سريعه، وابتديت اجهز الحاجات والطلبات. عايزه اقول لكم ان دي من احلى العزومات اللي بعملها بتاعت اخواتي، لا بيكون فيها تكلف ولا رسميات ولا اي حاجه، بتكون بسيطه جدا، وبنعملها بقى على طريقه امي الله يرحمها، منتهى البساطه، ولا كلاكيع ولا تعقيدات. طبعا الصلصه كانت معموله، واحنا بنعمل يا جماعه صلصه المحشي بنحط فيها بصل وتوم. ايوه احنا اللي بنحط في المحشي توم. بنحط بقى ايه كمان؟ اللون الاخضر اللي قدامكم ده بيطلع من حاجه، ده اوانها وده وقتها. وده يا جماعه العروق الخضراء بتاعت عروش التوم، بتبقى في المحشي اجرام، بتبقى حاجه مش عايز اقول لكم فظيعه. هنا الخلطه جهزت، خرجناها بره بقى للمعلم الكبير، اختي شيماء حبيبه قلبي قعدت هي قامت بالواجب، وانا هنا كنت خلاص سلقت البط. وفي الاثناء دي جالنا امدادات، جات لنا بطه تاني، ورحنا بسرعه حطيناها على النار في حله تانيه وسلقناها، وابتدينا بقى ان احنا نجهز بقيه الحاجه. في العادي بنحمر البط على النار، بس احنا حبينا نحطه في الفرن عشان يكون اخف، وعلشان كمان ما ياخدش مننا سمنه، فحطيناه في الفرن يتحمر على نار هاديه، ورحنا بقى علشان نسوي المحشي. هنا كان عندنا شويه خلطه زايدين، تسبيكه زايده، فرحنا حاطينها على المحشي. واحنا يا جماعه بنحب المحشي مدقدق سيكه، يعني انا واخواتي بنحب المحشي يكون فيه عضه، فعلشان كده القعد بتاع المحشي بتاع الكرنب بيكون قليل، على عكس بقى ورق العنب بنغرقه شوربه، بنحبه مي مي، وبيطول قوي على النار، يعني ممكن نقعده 3 4 ساعات على النار، ما عندناش اي مشكله في ده. وبنحط بقى كميه توم محترمه على محشي الورق العنب يا جماعه، وبنحط كمان ليمون كتير بقى، كتروا ليمون وتوم. سر المحشي ورق العنب بتاعنا بنكتر الليمون والثوم. هنا بقى حاولنا نعمل بقى شويه ملوخيه كده، بما ان عندنا شوربه بط، فعملنا شويه ملوخيه كده في السريع. واللي انتوا شايفينه الاخضر العايم ده فلفل اخضر، وكمان عروق الثوم اللي احنا كنا دقين منها شويه للمحشي. نزلنا بقى بالملوخيه، وفي الاثناء دي كنت بجهز الطشه علشان خاطر نبقى كده خلصنا. على فكره كل حاجه كانت تقريبا استوت، البط كان اتحمر، وكمان المحشي كان استوى، وكان ناقص بس نعمل طشه الملوخيه، وكل حاجه تقريبا كانت جاهزه. شيماء اختي ربنا يبارك لها ويديها الصحه كانت مجهزه تقريبا كل حاجه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله العزومه ما خدتش مننا وقت خالص. هي مش عزومه بالمعنى الحرفي، بس احنا بنقول عزومه كده مجازا. انا بالنسبه لي انا واخواتي ده اليوم اللي بنرد روحنا لبعض فيه، بمجرد ما بنتجمع بننسى كل حاجه، بننسى كل همومنا، وبننسى كل اللي احنا فيه، وبنبقى فرحانين بس بتواجدنا انا واخواتي ولادهم حوالينا. عايزه اقول لكم في اليوم ده بنغرف في اي حاجه، صينيه اكل ماشي، صينيه تقديم شاي زي اللي قدامكم دي ماشي، ما بيفرقش معانا اي حاجه. بنعيش كده على سجيتنا وعلى طريقه امي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها هي وامتنا جميعا. حتى ورق العنب العيدان اللي بتقع دي، بما ان احنا بنحب قوي مزازتها في الاكل، حتى لما بتقع ما بنشيلهاش، بناخدها معانا كده، واحنا بناكل كده بنلقطها. دي كانت البطايه اللي كانت اخر واحده اتسلقت، هي كمان لحقت الحمد لله الموضوع. وخلاص كده الاكل جهز، وانا جريت جري علشان الحق قبل ما ينقضوا عليه. بصراحه ما اكدبش عليكم، في اليوم ده كسلت ان انا اقف في المطبخ تاني واعمل اي حاجه، ورحت اشتريت الحاجه جاهزه. وبصراحه يا جماعه ندمت، انا جبت الحاجه من ام محرم، وفعلا يا جماعه الناس دي ما تعرفش ان في ازمه سكر، الحاجه مسكره بشكل مبالغ فيه. بجد والله يا جماعه، يمكن اللي مسك حاجه ما قدرش يكملها من شده السكر اللي كانت موجوده في الحاجه. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشاء الغفير. مش عارف ايه اللي حصل بقى، فرقع في بطني ولا ايه؟ جالي انفتاح جامد.